الحديد، المعدن اللي بيشغل جسمك، نقصه يدمرك واللي زيادة منه ممكن تسممك. الحقائق كلها الصدمة في الفيديو ده. من الآخر، الحديد معدن أساسي في الحياة، كلنا نسمع عنه وعارفين إن جسمك ما يعرفش يعيش من غيره. لكن هو إيه بالظبط؟ هرمون ولا فيتامين ولا إيه؟ هو ولا هرمون ولا فيتامين، بس تأثيره أقوى من حاجات كتير جدا، موجود تقريبا في كل خلايا جسمك. داك، هو الحديد ده جاي منين وهل ليه أنواع؟ الحديد اللي بنستهلكه ليه نوعين أساسيين. النوع الأول اسمه هيم ايرون أو الحديد الهيمي، وده موجود في المصادر الحيوانية زي اللحمة الحمراء، الكبدة، الفراخ والسمك. الميزة الكبيرة فيه إن جسمك بيمتصه بسهولة جدا. النوع التاني من الحديد اللي اسمه غير هيمي، النون هيم ايرون، وده موجود في المصادر النباتية زي السبانخ، العدس، الفول، الحمص والبقوليات والخضار الورقي. ده امتصاصه أضعف بكتير ومحتاج شوية ذكاء كده عشان جسمك يقدر يستفاد منه بالكامل. طب هو ليه الحديد مهم للبني آدم يا داك؟ لأن الحديد هو القلب النابض للدم، من غيره الهيموجلوبين ما يتكونش، ومن غير الهيموجلوبين مفيش أكسجين، ومن غير أكسجين مفيش طاقة، مفيش تركيز، مفيش مناعة، مفيش حياة طبيعية. غير كده الحديد كمان داخل في تكوين العضلات ووظائف كتير من المناعة ونشاط المخ وتنظيم درجة الحرارة وحتى المزاج والمود، يعني مش مجرد في تكوين الدم. الحديد بيعمل ايه بالظبط جوه الجسم؟ الحديد بيخش في تصنيع الهيموجلوبين داخل كرات الدم الحمراء. الهيموجلوبين ده عامل زي عربية النقل، بيشيل الأكسجين من الرئة ويوصلها لكل الخلايا. كمان بيخش في تصنيع المايوجلوبين اللي موجود في العضلات، وده مسؤول عن تخزين الأكسجين جوه العضلة نفسها. غير كده بقى الحديد عنصر أساسي في إنزيمات كتيرة جدا، مسؤولة عن الطاقة وحرق الدهون وغيره وغيره. ايه اللي بيحصل في الجسم لو الحديد قل قوي؟ اللي بيحصل ان الجسم بيخش في حالة اسمها نقص حديد، ولو الموضوع ده استمر يوصل لأنيمية نقص الحديد اللي هو اسمه في الطب Iron Deficiency Anemia، وساعتها الدم ما يبقاش قادر انه يحمل الاكسجين، فالجسم كله يشتكي. التعب يزيد ويبقى مزمن، النفس تحس انه بقى قصير وصعب، المخ يبدأ يحس كده انه تعبان وكسلان، والمناعة بتضعف، يعني الجسم كله بيتعطل. امتى اشك ان عندي نقص حديد؟ لو بتحس بتعب كده غير مبرر حتى بعد نوم كويس، لو بتلاقي نفسك تنهج من أقل مجهود حتى طلوع سلم، لو تركيزك ضعيف والذاكرة مش زي زمان، لو دايما بردان أو دقات قلبك سريعة على طول، لو بتدوخ بسهولة أو قمت من مكانك وحسيت إن الدنيا بقت سودة. كل دي علامات ممكن تخليك تشك وتقول استنى استنى استنى، يمكن الحديد واطي وعندي أنيميا. ايه الاعراض او الامراض اللي بيسببها نقص الحديد؟ أهمهم أنيمية نقص الحديد، لكن كمان ممكن يسبب تساقط في الشعر، ضعف في الأظافر، شحوب الوجه، صداع مزمن، ضعف في المناعة وكل شوية انفكشن، اضطرابات جامدة جدا في النوم، اكتئاب وقلق مزمن، وعند الأطفال تأخر في النمو والتركيز. في الحوامل بقى خطر جدا على الأم والجنين، يعني الموضوع مش بسيط خالص. طب هل في ناس عرضة لنقص الحديد اكتر من غيرهم؟ طبعا في الستات خصوصا بسبب الدورة الشهرية، الحوامل والمرضعات، النباتيين اللي ما بيلمسوش اللحمة، الناس اللي عندها نزيف مزمن حتى لو بسيط، الناس اللي عندها مشاكل في الامتصاص من المعدة زي مشاكل قولون أو ارتجاع مريء وقرحة، وبصفة عامة الناس اللي بتاكل أكل ما فيهوش حديد كفاية. طب نجيب الحديد منين؟ مكملات ولا الاكل؟ الإجابة العلمية بتقول حسب الحالة. لو النقص بسيط الأكل كفاية، لو أنيميا واضحة فالمكملات هنا ضرورية. لكن خلي بالك المكملات مش بديل دائم للأكل، وبصراحة الأكل مش دايما كفاية لو النقص شديد. ايه احسن المصادر الطبيعية للحديد؟ من المصادر الحيوانية الكبدة نمبر 1، اللحمة الحمراء، السردين، التونة والفراخ. من مصادر النبات العدس والفول، الحمص، السبانخ، الجرجير، الطحينة والعسل الأسود. بس خلي بالك الحديد النباتي امتصاصه أقل بكتير. طب ازود امتصاص الحديد ازاي؟ أحسن صاحب للحديد هو الفيتامين سي، يعني اعصر ليمون، كل برتقان، فلفل ملون أو حتى طماطم، ده بيضاعف الامتصاص. وفي نفس الوقت
قلل الشاي مع الاكل وحتى القهوه، لان الاتنين دول بيقللوا امتصاص الحديد. خد بالك ان الكالسيوم كمان لو خدته مع الحديد يقلل امتصاصه. هل مكملات الحديد ليها أعراض جانبية؟ ليها. ممكن تعمل لك امساك وده متوقع، ممكن تعمل لك غثيان، ممكن يغمق جدا لون البراز، وعشان كده لازم الجرعه تكون محسوبه، ومش اي حد يروح ياخد حديد وخلاص. هل زيادة الحديد خطر؟ ده سؤال مهم جدا، والاجابه ايوه، زياده الحديد خطر، وحتى ممكن توصل انها تبقى سامه. الحديد الزياده بيترسب في الكبد وفي القلب وحتى في البنكرياس، ممكن يسبب لك تليف في الكبد، توصل لمشاكل في القلب وحتى سكر. في مرض وراثي اسمه الهيموكروماتوزس، ودي ناس عندهم وراثه جين بيزود تخزين الحديد بسهوله جدا. مين ما ينفعش ياخد مكملات الحديد؟ اي حد ما عندوش نقص مثبت، الرجاله خصوصا بدون تحليل، اللي عندهم مرض مناعه في الكبد، اللي عندهم الحديد عالي بالتحليل. عشان كده التحليل مهم جدا قبل قرار اي مكملات. ايه التحليل اللي بيكشف نقص الحديد؟ الهيموجلوبين والفريتين، وده اهم واحد، ثم الحديد في الدم ونسبة الشبع بتاعته او الكونسنتريشن. التحاليل دي مع بعض تدي صورة كاملة لنسبة الحديد في الدم. هل ممكن تكون بتاكل حديد كفاية وبرضه عندك نقص؟ ممكن، ودي الحقيقة اللي الناس كتير ما تعرفهاش. ممكن تاكل اكل غني بالحديد بس عندك مشكلة في امتصاصه، او بتشرب شاي وقهوة كتير، او عندك نزيف بسيط مزمن وانت مش واخد بالك منه. يعني المشكلة مش دايما في الاكل، احيانا في الجسم نفسه. الخلاصة يا جماعة، الحديد مش عنصر عادي، ده اساسي للطاقة والدم والمخ. نقصه يدمر حياتك بهدوء، والزيادة منه يسممك. الحل دايما وعي، تحليل، وقرار صح. قول لي بقى في الكومنتات بتحلل الحديد كل قد ايه، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده الحديد، المعدن اللي بيشغل جسمك، نقصه يدمرك والزيادة يسممك. من الآخر